السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زي ما تعودنا كده نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على النبي. اوعوا تنسوا صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وأقول لكم ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير كتير من امبارح للنهاردة. تعالوا نشوف احنا النهاردة هنحضر غدا ايه مع بعض. زي ما تعودنا وصفاتنا حلوة جدا وسهلة وبسيطة. معايا النهاردة هنعمل صينية سمك اللي هو الشبار أو البلطي زي ما بتسموه عندكم. قطع بصلتين البصلتين بتوعي حجمهم وسط، مش البصلة مش كبيرة. ومعايا فلفل أخضر، فلفل حراق وبارد. أنا قطعت حراق وقطعت بارد. قطعي البصلة زي ما انت عايز. لو عايزة كمان تفرميها في الكبة افرميها في الكبة. أنا بحب أقطع البصلة كده قطع صغيرة. والفلفل مقطعاه شرايح وحاطه نص معلقه توم مفروم. قطعت البصل، حطيت فلفل اخضر، حطيت نص معلقه توم مفروم. هسيب البصل والفلفل يتحمر. اكون طلعت كيس الطماطم بتاعي من الفريزر، الصلصه اللي احنا مفرزينها مع بعض. زي ما قلت لكم انا بتعامل مع الطماطم دي كاني لسه فرماها في الخلاط، لان انا مش حاطه عليها بهارات، مش حاطه عليها اي حاجه خالص. انا بطلعها من الفريزر بحطها على طول على البصله. في اي وصفه بستخدمها فيها بتتسبك براحتها، وبحط لها البهارات كاني لسه فرماها في الخلاط حالا. بدات اول حاجه بالصلصه ليه؟ لان زي ما انا لسه قايله دلوقتي ان الطماطم لسه متلجه، فقلت اعملها اول حاجه عشان تفك معايا على ما اغسل السمك تكون الصلصه بتاعتي خلصت. هحط لها بهارات ايه؟ هحط لها ملح، كمون، كزبره، بهارات سمك. ملح، كمون، كزبره، بهارات سمك. واحط كمان شبت وكزبره مقطعاهم زي ما بقطعهم للمحشي كده. انا دايما عندي الشبت والكزبره موجودين في الفريزر، ما بستغناش عنهم لاني ممكن احتاجها في اي وقت وما يكونش في حد معايا ان يروح يجيب لي. بكون دايما مفرزاها زي ما انتم شايفين كده. طلعتها حطيتها في الصلصه. وشم الريحه بتاعت الصلصه بتاعتك دي، اقسم بالله الريحه بتاعتها كانت تجنن. والله الطعم بقى، والله العظيم كانت جميله جدا جدا. جربيها بالطريقه دي وهتصدقيني ان هي حلوه جدا جدا جدا. طعم وريحه تجنن. هنا حطيت البهارات زي ما قلتلك، ملح، كمون، كزبره، بهارات سمك بس. زي ما كلنا عارفين ان السمك يحب الكمون والكزبره، لازم تحطي كمون وكزبره. هنا خلاص هحط البهارات بتاعتي واسيبها بقى على النار لحد ما تفك وتتسبك مع نفسها. واروح انضف السمك بتاعي. السمك اول مره او بقالي فتره طويله ما جبتش سمك من غير تنظيف. اتعودت ان انا بجيبه من المحل متنضف. لو انا عارفه ان انا هقليه او هعمله صينيه بجيبه متنضف جاهز، او برضو سنجاري. يعني تنظيف السمك دلوقتي ما عادش صعب، لانك بتروحي تجيبيه من المحل اللي انت بتشتري منه، عايزاه يتنضف بينضفهولك باي بقى وصفه انت عايزاها. بس انا النهارده كنت جايباه وناويه اشويه. غيروا رايهم وعايزينه سمك مقلي، قلت انضفه بقى. هنضف اول واحده معاكم والباقي هخلصهم بقى، هفصل واخلصه. سمكه كانت ما شاء الله حجمها ما شاء الله اللهم بارك، حجمها حلو. وانا عندي مشكله في ايدي، ما بقدرش اضغط على حاجه تبقى جامده قوي. هي كانت ما شاء الله بامانه، يعني كانت حلوه جدا. انا هنا وقفت كنت بتخانق مع الولاد، يعني عادي يعني، استحملون. هسيبها واروح اتخانق وهرجع تاني. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد عبده ورسوله.
هخلص بقى السمك، هنضفه وهغسله وهنقعه. انا بنقع السمك في الميه اللي هي بتاعه الرز، اللي هي الميه اللي بنصفيها من على الرز دي واحنا بنغسله. بحب انقع السمك فيها قوي، بتشيل زفارة السمك وبتخليه حلو جدا. الخلطة اللي هحشي بيها السمكة النهاردة خلطة جبارة جميلة. خلصه وهغسله وهنقعه، وهنرجع مع بعض بعد ما ننقع السمك ونشطفه من مية النقع بتاعته واحنا بنحشي. في ناس بتسيب العينين بتاعت السمكة دي، انا ما بحبش اسيبها بصراحة، انا بشيلها. هي كده كده بتترمي، هسيبها ليه؟ هنا زي ما قلت لكم هخلص تنظيف السمك وهغسله وهنقعه، ولما هنقعه شوية يعني في المية وبعد كده هشطفه واوريك انا هحشيه بايه. السمك كان ما شاء الله كان حلو جدا جدا والله، ما شاء الله اللهم بارك. كده خلاص نضفتها، طبعا لسه هتتقشر. الصلصة بتاعتي هنا خلاص خلصت اهي ما شاء الله، سبكت وبقت ما شاء الله عليها ريحة وطعم تجنن، اقسم بالله تحفة. تعالوا بقى نشوف الحشوة بتاعت السمك او الخلطة بتاعت السمك. معايا فلفل احمر مقطعاه قطع صغيرة، معايا طماطمايه مقطعاها قطع برضو صغيرة، طماطمايه واحدة بس. والفلفل الاحمر مش مقطعه كل الفلفلايه ده، انا مقطعه حتة صغيرة منها. مقطعه حتة فلفلايه برضو خضرة، يعني مش حاطة كتير، يا نص فلفلاية حمرا ونص فلفلاية خضرة. ومعايا جزراية بشراها، ومعايا معلقة توم مفروم. توم مفروم، جزر، طماطم، فلفل، شبت، وكزبرة، خرطين خرط ناعم. معايا هنا طماطم، جزر، فلفل، شبت، كزبرة، فلفل أخضر، توم مفروم. نحط عليهم بهاراتنا كمون وكزبرة، ملح، بهارات سمك، عصير ليمون. أنا بعصر ليمونتين كده، واخد المية بتاعتهم بس وبحطها على الخلطة. هنا بحط عليهم البهارات، ملح، كمون، كزبرة، بهارات سمك، عصير ليمون، معلقتين خل. معلقتين اتنين خل بس مع عصير الليمون، معلقتين خل. والملح بتاعي بتظبطيه على حسب الرغبة بتاعتك، والكمون والكزبرة ومعلقة بهارات سمك. اقلب الخلطة دي كلها كويس مع بعض، وابدأ احشي السمك بتاعي بالحشوة بتاعته. الخلطة دي جميلة جدا جدا، يعني انت لو مش عاملة صلصة كمان وعملت دي بناكل بدي لانها زي السلطة، جزر وفلفل وطماطم وتوم وخضرة مع البهارات، بتبقى طعمها تحفة تحفة بأمانة. هنا هحشي بقى السمك بتاعي وهركنه، كانت الكهرباء قطعت. هحشي السمك وهركنه لحد ما الكهرباء تيجي، هياخد بقى من الحشو بتاعي وهتخليها تحفة. اقسم بالله كانت جميلة. نحشي بقى السمك. شوفي، حط فيها حشو كتير لان الحشو ده بتطلعيه بيتاكل مع الاكل مع الرز عادي. ما شاء الله والله. هنا انا مطلعه سمكتين هقليهم بس مش هحطهم في صلصة، واتنين هحطهم في الصلصة. اتنين في الصلصة واتنين مقليين كده ناشفة، يعني مفيش في صلصة. جربي بقى الحشوة دي وقولي لي هتعجبك والله العظيم حكاية، اقسم بالله الحشوة دي جميلة جدا.
هنا زي ما قلت لكم كانت الكهرباء قطعة، فانا قلت هحشيها واركنها لحد ما الكهرباء تيجي تكون اخدت الطعم بتاع التتبيلة وخلتها في حتة تانية خالص والله. زي ما انت شايفة كده، شوفي الحشوة جميلة ازاي. انا نسيت بقى افتحه من على الظهر كده، هفتح السمكة اللي هيتقلى بس، مش هفتح اللي هيتحط في الصينية. اوعوا تسرحوا، صلوا على النبي يا حبايبي، اذكروا الله. اللهم صل على سيدنا محمد. وما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. يلا لو لسه ما اشتركتيش اشتركي وحط لي لايك، مش هتخسري حاجه. انا هفتحها زي ما انت شايفه كده، وهحط فيها تتبيله من اللي انا عاملاها دي. الفتحات اللي فتحتها دي هحط فيها التتبيله. انا بوريك الخلطه ازاي جميله ازاي، شوفي ميكس الالوان ايه، تحفه. يلا ما تسرحيش، خليكي مركزه. زي ما قلت لك في الفتحات اللي فتحتها في السمكه بحط فيها التتبيله. بقلي السمك المقلي ده بقليه على نار هاديه جدا عشان يستوي، لان حجم السمكه ما شاء الله زي ما انتم شايفين حجمها حلو، فعايزه تستوي على نار هاديه. لكن السمك اللي هيتعمل في صينيه انا يا دوب بديله تقليبتين كده في الزيت، واحطه في الصلصه بتاعته، وهو كده كده هيكمل سواه في الصلصه. انا هنا كنت رجعت ولعت على الصلصه تاني زي ما قلت لكم ان هي كانت خلاص اتسبكت، وطفيت عليها. قليت السمك وهحطه هقلي السمك وهنزل بقى في الصلصه بالسمك. ببهر الدقيق بتاعي، بحط معلقتين نشا، وعليهم نص معلقة كمون، على كزبرة، وعليهم معلقة صغيرة جدا. أنا عندي معلقة للبهارات كده، معلقة صغيرة خالص يعني، أصغر من معلقة الشاي. بحطها بهارات سمك، يعني قولي رشة بهارات سمك ورشة كمون ورشة كزبرة، بس ما تكتريش حاجة أكتر من كده. ورشة كركم، بهارات سمك، كمون وكزبرة. وبقلب كل الحاجات دي مع بعضها، تبقى بص بقى تخلي السمك مقرمش واللون بتاعه اصفر كده وجميل، والله العظيم بتبقى جميلة جدا. جربيها. النشا بتخليه يقرمش، والكركم بيخلي لونه اصفر. هنا بقى هبدأ احط السمك بتاعي في الدقيق، والزيت انا مولعه عليه. احط على طول السمك في الزيت، وزي ما قلت لك انا مولعه على الزيت. وهنا السمك هحطه في الدقيق، واحمر السمك اللي هحطه في الصينية مش هيطول معايا في الزيت زي السمك اللي هقليه بس، ومش هحطه في صلصة بيطول شوية لحد ما يستوي، لان ببقى مهديه عليه النار واسيبه بقى براحته. هنا اول ما ياخد لون هشيله على طول احطه في الصلصة. انا هحط التانية كمان جنبها، برغم ان هي ما شاء الله كانت يعني يا دوب في المقلاية، بس قلت لازم احطها معاها عشان انجز في الوقت بس. ان شاء الله. شوفي لونه الكركم خلى لون الزيت تحسيه اصفر. هنا شوف زي ما قلت لك لونها اصفر، بلون الكركم. كده خلاص هحطها بقى في الصلصة.
في الصلصة تقلب لها قلبة كده على النار وبعدين ادخلها الفرن، وهتشوفيها بقى معايا شكلها ايه بعد ما طلعت من الفرن. اقسم بالله تحفة. كده خلاص. طيب بس تقلب قلبة واحدة بس على النار كده وبعد كده هنزلها في الفرن. وهقلي كمان السمك اللي لسه هيتقلى، زي ما قلت لك بهدي عليه النار خالص واسيبه براحته لحد ما يستوي. على ما السمك بتاعي يكون اتقلى هكون خلصت الرز وغرفته، عملت السلطة الخضراء بتاعتي، حمرت السمك في الفرن، وتشوفي معايا شكل الاكل بتاعي بعد ما خلصت، وقولوا لي ايه رأيكم فيه. وصفة سهلة وخفيفة بقى ولا لأ؟ ولا في عندنا حاجة صعبة؟ احنا كل وصفاتنا سهلة الحمد لله، مفيش حاجة عندنا صعبة. كده خلاص السمك زي ما قلت لك سبته بس قلب قلبة واحدة على النار، ودخلته الفرن، وشوفي شكله وجماله بعد ما طلع من الفرن. واو، ايه الجمال ده، ايه الجمال ده، الف هنا على قلب اللي اكل. ما شاء الله اللهم بارك، حاجة كده جميلة جدا، ما شاء الله، تحفة والله. شوفي لونه جميل ازاي. ده السمك الصينية او السمك اللي بصلصة. هنا بقى مهدية لسه النار على السمك اللي بيتقل، وهسيبه لحد ما يتحمر، لان انا بحب السمك يكون متحمر شوية. وهنا ده طبق السلطة بتاعي، وعملت رز بشعرية. كنت عايزة اعمل رز صيادية بس هما مرضوش برضو، عندي ملك مش بتحب الرز الصيادية، عملت الرز بشعرية. هنا شكل الطبق بتاعي بعد ما غرفته، حاطة كده السمكة وجنبها شوية الصلصة بتوعها. شوفي بقى وقولي لي رأيك ايه في الجمال ده، ايه الجمال ده، ايه الاكل اللي يفتح النفس ده. يلا وصلت لحد هنا ولسه ما تغطيش لايك اضغطي لايك، لسه ما اشتركتيش اشتركي. اشوفكم في فيديو جديد يا حبايب قلبي، مع السلامة.